ما يمكنش هاد الكلاص شحال تيجي بنين وتيجي ساهل في التحضير ديالو، كيتقام عليك رخيص. بواطه تقريبا كتاخدوها ب35 30 درهم على حساب الكلاص، كل واحد وثمنه. هنا غتقام علينا تقريبا ب20 درهم. على بركه الله هنا في هشوار غندير تقريبا نص كاس ديال العنبه. المهم كديروا نص العبار ديال قهوه سريعه الذوبان، ديال السنيده، ديال الماء. انا هنا ما تصورش ليا، هنا تقريبا انا درت داك الكاس ديال العنبه الصغير ديال اتاي، خصو غير شويه باش يعمر. درت المهم كديروا اي كاس بغيتو نتوما ديال العبار، غير المهم يكون نفس القياس، يعني نفس القياس ديال كما قلنا قهوه سريعه الذوبان وديال السنيده وديال الماء، وكنخلطوهم مزيان حتى تتولي شكل كريمه. كنطلعوها مزيان. راه كيجي منسم هذا الكلاص بالقهوه، كيجي بنين، تيجي ساهل، وما كتقامش علينا كما قلت لكم شي ثمن باهظ. هكا كتفرحي وليداتك وكتبردوا به في هذا الصاد في هذه الايام ديال الحراره، كيجي ساهل بزاف في التحضير ديالو. هنا خلطنا داك المقادير حتى كما كتشوفوا كتولي على هذا الشكل، كطلع لينا على شكل كريمه. هذا هو القوام ديالها اللي غنحصلوا عليه. ضروري خصكم تطربوها مزيان، تعطيوها الخاطر حتى كتطلع. وهنا في البول الثاني اللي غندير فيه كريمه شونتي بنسمه ديال الفاني. وباش تطلع لكم الكريمه ديالكم ديال الغبره دغيا، ديما ديروا الحليب يكون بارد. هنا عندي كاس ديال العنبه كبير ديال الحليب، راه تقريبا راه بدا يتثلج ودرتو راه دغيا كطلع. وهنا عندي جوج دانون ديال الجبن، يكونوا ديال الجبن او الاخر ديال المذاق ديال الفلون. وكما كتشوفوا هاد المقادير راه بسيطه، وكتخرج لكم كميه كثيره ديال الكلاص اللي تبردوا به في هاد الصهود، تبردوا به في هاد الحراره. راه الحال سخون بزاف عاوتاني هاد الايام. هنا عندنا المود ديال الصاد، قولوا لي نتوما شحال واصله عندكم الحراره. هنايا غنطلع هاد الكريمه، وراه دغيا كتطلع ملي تكون الحليب متلج، عكس الا كان الحليب غير في الثلاجه بارد عادي. هنا دغيا غتشوفوا دغيا كتطلع. وهاد هاد الكلاص راه اقتصادي بزاف، تقريبا غيتقام عليكم ديك 20 درهم. حيت القهوه اصلا سريعه الذوبان عندكم في الدار، السنيده راه موجوده، والحليب راه تيكون يعني هادو كنستعملوهم في الدار. تتبقى الكريمه ودانون راه ماشي بزاف، وتيخرج كميه كبيره. عكس كتاخدي بواطه كاينه ديك ديال 20 درهم 30 درهم 35 درهم، بواطه صغيره فيها حتى حاجه. هنا تبارك الله راه تيخرج زعما كميه كثيره. هنا طلعت ليا الكريمه كما شفتوا دغيا كطلع، تكون حليب بارد بزاف. الكريمه وجدات عندنا هي طلعت. غنزيدوا لها الكريمه الاولى ديال القهوه سريعه الذوبان، وملي تكونوا خلطوا غير بشويه باش ما تتهبطش لكم الكريمه. كتحافظ على القوام ديالها، كتبقى عاقده. الا زربتوا عليها راه غتهبط. اكثريه القهوه اكثريه الكريمه ديال القهوه راه ملي كتخلطوها بالجهد راه دغيا كتخسر الكريمه. كريمه شونتي دغيا كتهبطها. سيروا عليها بشويه، عطيوها الخاطر حتى كتجانس مع بعضياتها. هاد الايس كريم او الكلاص راه كيجي بنين بزاف بالمذاق ديال القهوه، كيجي واحد المذاق خطير. بالاخص الناس اللي عزيزه عليهم القهوه راه غيعجبهم بزاف هاد الكلاص. انا بعدا من عشاق القهوه، وكيحمقني هاد الكلاص نهار اللي كنديرو تبقى غير كابله هو حتى كنكملو من الثلاجه. كنبقاو هكا بشويه على حتى كنحصلوا على هاد اللون. من بعد ما تجانسوا لينا دوك الكريمات بجوج، غنديروا في البواطات اللي غيدخلوا للمجمد تقريبا. خليوه ليله كامله او على الاقل 4 سوايع حتى كيشد في راسو مزيان. خصنا كندير في البواطات. وهذاك النص اللي بقى غنزيد له شويه ديال الشوكولاط محكوك، حتى الشوكولاط كيجي كيتواتى مع النكهه ديال القهوه. صافي كنخلطوه كنديروه في البواطه حتى هو، كندخلوه للمجمد. كان هذا هو الكلاص كيما شفتوا راه كيجي ساهل، مفيهش شي تعقيدات ولا شي مكونات كثيره، وراه كيعطي واحد الكميه زوينه ما بيهاش. صافي غنغطيهم وغندخلهم الكونجيلاتور كما قلت لكم على الاقل 4 سوايع او ليله كامله. انا هنا خليته ليله كامله تتماسك. الكلاص من بعد ما داز ليله كامله في المجمد صافي هو ولا واجد باش اننا نقدموه. كنحصلوا على واحد الكلاص ساهل بسيط منزلي، كيعطينا كميه كثيره. راه
ساهل بزاف. وشتو المكونات ديالو ما فيش بزاف، غير 3 المكونات الاساسيين، اما الاخرين في الدار تيكونوا عندنا. هكا كنقدموه في كويسات. والتزيين تيبقى اختياري. انا هنا زينته بشويه ديال الشكلاط، واحد الخطوط ديال الكراميل، حيت الشكلاط والكراميل كيتواتى بزاف مع القهوه كيجيو بنان. انا بعدا من عشاق هاد الكلاص ديال القهوه، كيعجبني بزاف. ونهار راه ما كيبقاش، ما تيدوزش نهار في الثلاجه. انا راه عمرت 3 الكويسات وعاد باقي ليا في البواطه، راه ما وريتوش لكم. وكان هذا هو الكلاص ديالنا اللي زينته بشويه الشكلاط، ودرت كما قلت لكم شويه الخطوط ديال الكراميل. نتمنى تشاركوا في مطبخ سهل وبسيط لكل مبتدئه. وبالنسبه للمبتدئات راه هذا الكلاص جربوه غيصدق لكم من اول تجربه. بالنسبه للوصفات كامل كيحطوهم اكثريه المبتدئات اللي يلاه كيتعلموا في الكوزينه. نتمنى تشاركوا في مطبخ سهل وبسيط لكل مبتدئه، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وتخليوا لنا واحد التعليق للفيديو وجيم، تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. بالصحه والراحه.